مساء الخير، معاكم ممدوح. مصري، ابويا مصري وبحب مصر، بس بتكلم عربي وفرنساوي وانجليزي لان انا خريج فرير في مصر، ومعايا تجارة وحقوق. وكنت احاول يعني بعمل ماجستير ودكتوراه، بس لظروف عائلية ما قدرتش اكمل. وكنت لعيب دولي باسكت بول وحكم دولي باسكت بول. واخر شغلانة ليا في مصر قبل ما هاجر كان ايجنسي مانجر، مدير وكاله في اكبر شركه تامين اللي هي اليكو اللي بقت ميت لايف بعد كده. وربنا كرمني وهاجرت عشان خاطر ولادي، زي ما كل الناس بتهاجر. ده مش معناه ان انا ما بحبش مصر، بس بحبها كتير. وجيت هنا وبقت دي كندا بلدي التانية اللي لازم هعيش فيها، فلازم اخاف عليها ولازم اتكلم عليها كويس، ولازم دايما اشوف المصلحة بتاعتها زي بلدي الاولى مصر بالظبط. وجيت اشتغلت هنا مستشار مالي وتأمين في أكبر برج شركة تأمين موجودة، وربنا كرمني والحمد لله. بعمل فيديوهات عشان أفيد الناس وأساعدهم، زي مثلا لما عملت فيديو إن بيتكلم على الحوادث وأعمل إيه وأتصرف إزاي. لغاية النهاردة بيجي لي تليفونات كل يوم، الفيديو ده بقاله فترة. وبيقولوا لي نعمل إيه ونتصرف إزاي. أنا بحاول أساعد وأعرف حضرتك تعمل إيه من قبل كده لو اتفرجت على الفيديو وعرفت. انا ليه قلت الكلام ده؟ عشان في انا متربي للاسف تربيه صعبه شويه، ان انا ولا برد على حد ولا بغلط في حد ولا بشتم حد. فلو حد كتب في التعليق اي حاجه مش هرد عليه، بس هو واحد طلب ان يعرف انت مين وبتتكلم بتجيب معلوماتك منين. بالمناسبه الشركه بتاعتنا احنا معانا رخصه عشان اقدر اشتغل الشغلانه بتاعتي، بيطلبوا مننا 30 ساعه دراسه متتاليه. لان انا بشتغل في موضوع البورصه والاستثمار، فلازم على طول عندنا كل اسبوع اجتماع، وعندنا كل اسبوع آه، الديت يعني اب تو ديت، على طول بيعرفونا ايه اللي بيحصل في البلد. كل شهر بيجي لنا نائب المدير الاقليمي يعرفنا حاجات عن اللي موجود في السوق، وده بيتكلم فيه عن السياسه وعن كل حاجه. بلس ان انا قارئ جيد الحمد لله، وبعرف احلل المواضيع. ده باختصار، مش هكلمكم على الموضوع ده تاني نهائي، ومش هتكلم على نفسي تاني نهائي. اللي عايز يكتب يكتب زي ما هو عايز، انا مش هرد على اي حد خالص. كنت من اسبوعين من اخر فيديوهين اتكلمنا على ان احنا المفروض هعمل النظام الصحي الكندي الفاشل الناجح، ولكن للظروف برضو النهارده حاجة مهمة جدا هتكلم فيها النهارده. أمريكا قررت إن من 1/10 هتغير رسوم بتاعت حاجة اسمها نكسس. ممكن يكون في ناس كتير ما يعرفوش نكسس. الفيديو ده هيبقى مهم لكل الناس اللي معاهم باسبور كندي، أو هيبقى معاهم باسبور كندي لازم، لأن هم مش هيقدروا يسافروا من غير الباسبور. الناس دي سواء بتسافر كتير أو بلاننج إنها بتخطط إنها تسافر، فالموضوع ده مهم جدا. الكارت، انت حضرتك لما بتيجي تخش بعربيتك على الحدود ما بين كندا وامريكا تلاقي طوابير عربيات كتير جدا، بتقعد بقى زهقان، تقعد عمال تازز لب، عمال تاكل، عمال تعمل مش عارف ايه، لان العربيه لما بتخش على ضابط الحدود الامريكاني بيفضل بقى ياخد الباسبورات يمشيها على جهاز، وتخيل العربيه فيها اربع خمس تنفار، فخمس باسبورات بيعدوا، وبعدين يسالك انت حضرتك رايح فين وجاي منين ورايح تعمل ايه هناك وحاجز فين. فقصه طويله جدا. في كل عربيه بتاخد لها بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وفي ساعات عربيات بيشكوا فيها فبتقعد تتفتش، فتلاقي انت الطابور اللي انت قاعد فيه قمه الملل. وخصوصا بقى لو في ويك اند او في اجازه وطالع، تفاجئ ان الدنيا صعبه جدا جدا جدا. ففي تلاقي على الجنب الشمال كده مكان مكتوب عليه نكسس، NEXUS. نكسس ده تلاقي العربيات دخلت كده بو راحت طالعه على طول. ايه المكان ده؟ المكان ده باختصار ان حضرتك ممكن تعمل كارت مع امريكا وتخش بيه كندا برضو. ان حضرتك اول ما توصل المكان ده بتعمل سكان للكارت بتاعك وبيدخلك على طول. ده من الحاجات الرائعة. الكارت ده حضرتك مش بس بيفيدك في الحدود البرية، لا ده انت تروح حضرتك المطار مسافر امريكا في اي حتة، تبص تلاقي طابور وعمال تلف 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 لغاية ما يجي دورك لظابط الجوازات. والظابط طبعا برضه يطلع العين يقعد يسألك انت رايح فين وجاي منين، ووقف بقى تصور، ولو انتوا اربع خمس تنفار اقفوا تصوروا. فبياخد وقت طويل جدا، فطبعا الطابور بيبقى ملل ملل ملل. تروح تلاقي الطابور التاني طابور واحد كده، وفي ثانية تك 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 ورا بعض على طول بيخلصوا. فالكارت ده من الحاجات الكويسة جدا للي ما عندوش الكارت ده، بيسافر كتير أو هيسافر أمريكا في يوم من الأيام. الأفضل إن هو يعمل كارت نكسس، بس لازم يكون معاه باسبور. الكارت بيتعمل ازاي؟ بمنتهى الاختصار جدا. حضرتك تخش على جوجل وتكتب ابلاي تو نكسس، او عايز اعمل طلب لنكسس يعني. هيجي لك اول سايت، دوس عليه اللي هو بتاع نكسس، هيفتح لك هتلاقي عامل لك عواميد كده كتيره، وفي النص فيه كلمه نكسس، في دايره كده مكتوبه نكسس.
دوس على تحت ان انا عايز اقدم طلب. هيقلبك على ان انت تعمل اشتراك مع الحكومه هناك. هيقول لك لوجين، فتقول له كريت ان اكونت، يعني عايز افتح حساب، وتبتدي تحط بياناتك الشخصيه، وفي الاخر تقول له انا عايز اعمل سبميت لنكسس. المشكله ان الكارت ده النهارده ب $50 لمده 10 سنين. $50. 1 اكتوبر اللي جاي هيبقى ب $100، يعني الضعف. هتقول لي طيب يعني انت جاي تقول لنا النهارده والنهارده 27 سبتمبر؟ ما تقلقش، الجون بيجي في ثانيه. الطلب ده بيتعمل في 10 دقائق، يعني ممكن تعمله وهتلحق وهتدفع بالكريدت كارد بتاعك وهتقدم. وبعد ما بتقدم بيبقى خلاص ليك حساب عندهم موجود هناك، وبايميلك بيبعتوا لك يقولوا لك ايه التطورات. طيب اول تطور بقى ان هو بعد 4 5 شهور، يعني ما تستعجلش، هيبعتوا لك يقولوا لك انت عندك انترفيو. دي تاني خطوه. بس خلي بالكم الاول ان في حساب تاني ممكن تعمل عليه سبلاي، ويجي في الاخر يقول لك ايه، ادفع $49 و99 قرش و$149. لو دخلت على حساب زي كده اعرف ان هو فيك، مش صح. الحساب زي ما بقول لك هتخش على نيكسس، وبعدين هتعمل فتح حساب معاهم في الحكومه هناك، لوجين او لوج في حاجه كده، وتخش عليه تعمل كرييت اكونت، ومن هناك هتدفع ال $50. بعد كده حضرتك لما بتروح الانترفيو، اول حاجه بتخش تقول لها انا عندي ميعاد دلوقتي، وانت داخل الحدود الاول بتحدد الاول المكان اللي انت عايزه، اقرب مكان ليك، سواء انت في تورونتو، في مانيتوبا، في وات ايفر. تشوف المكان اللي ليك القريب على الحدود، وتروح لغايه هناك. وانت داخل بباسبورك بتقول انا عندي ميتنج، عندي انترفيو في نكسس. بيدخلك على طول، ما بيقولكش حاجه، تقول له انا راجع تاني على طول. بيدخلك، بتروح هناك، بتخش تلاقي سكرتيره تقول لها انا عندي ميتنج، ميعادك الساعه 11، لازم تروح بدري شويه. حتى لو رحت الساعه 10 مفيش مشكله، هيدخلوك برضو على طول، مفيش مشكله، هو اي حد فاضي بيدخلوك. تخش هتقابل ضابط او ضابطه بتوع جوازات، وهيسالك، ياخد باسبورك وهياخد الطلب بتاعك وهياخد الرخصه بتاعتك، دي مهمه جدا، او لو معكش رخصه لازم اثبات شخصيه. وبعدين هيسالك رايح ليه عايز تطلب كارت نكسس ده. لازم يكون ليك سبب جوهري في الموضوع. فلو انت عندك مثلا اخ او اخت في امريكا، او اب وام او كده، ممكن تقول له عشان اروح ازور اهلي، دي حاجه كويسه، فانا مش عايز اتاخر كتير في البوابات. ممكن تقول له انا بسافر امريكا كتير، فمش لوجيك ان انا كل مره هقف في طوابير عربيات، او في المطار هقف في طابور كتير. الراجل ده لو اقتنع خلاص، هو في 90% بيقتنع، ما بيقولكش لا. لو انت لقى ان انت انسان كويس وما عندكش مشاكل خالص، بيقول لك اوكي، روح عند الجانب الكندي. فتروح لضابط جوازات او واحده من الجانب الكندي، تفضل بقى تكلمك على اهميه الكارت ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه، وفي الاخر تقول لك اوكي انت خلاص متوافق عليك، والكارت هيجي لك. الكارت تالت خطوة بيجي من 15 ل 20 يوم، فما تستعجلش وما تقلقش. لما بتاخد الكارت ده بقى وتيجي رايح وداخل حدود، تعال شوف بقى اللي بيحصل ايه يا جمال الموضوع. انت بتخش تلاقي طوابير عربية واقفة جنبك وانت داخل لوحدك خالص. يعمل لك ستوب ساين، تعدي الستوب ساين تلاقي زي جهاز رسم لك شكل الكارت، يا دوبك تحط الكارت بتاعك بالطريقة دي، يقوم هو عامل لك علامة واحد، يعني معناه الكارت خلاص اتعمل سكان. تخش، مش محتاج تطلع باسبورك، مش محتاج تعمل اي حاجة خالص، هو الكارت عنده فيه الباسبور بتاعك بصورتك. فيا دوبك بيسألك رايح فين، فبتقول له انا رايح الحتة الفلانية. تعمل ايه؟ انا رايح زيارة وراجع كذا. يعني انت ممكن من الاول تقول له انا رايح حتة دي، هقعد قد كده وراجع الكلام ده، ومعيش اي حاجة اعملها ديكلير، هيقول لك اتفضل. فده يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. اللي محتاج اي مساعده في هذا الموضوع انا تحت امركم، ما عنديش اي مشكله خالص. يكلموني، يبعتوا لي، هقول لكم تعملوا الخطوات ازاي. احنا عندنا وقت لغايه زي ما قلت لكم يوم 30 سبتمبر، ده اخر يوم. 1 اكتوبر هيزيد، فاحنا عندنا 27 28 29 30. اللي انا بطلبه من حضراتكم، يا ريت اللي يعرف حد انترستد في الموضوع يشير الفيديو، والفيديوهات القديمه اللي يلاقي حد برضه مهتم بالموضوع، يا ريت تشير الفيديو. لان في ناس ما بتعرفش، مثلا زي موضوع الحوادث، يقول لي انا ما اعرفش ان انت عامل فيديوهات لحوادث او كلام من ده، او واحد اتسرق في بنك تاني فيقول لي انا ما اعرفش ان انت عامل فيديو على السرقه في البنوك. فبليز ساعدوا بعض في الموضوع ده، يعني كلها بنعملها خدمه للناس عشان نقدر نساعد بعض، عشان ما حدش يقع في اي مشكله تاني او يحصل له اي حاجه. اي استفسار انا تحت امركم، وان شاء الله لفيديو جديد.